سهلا بكم مع أبونا دانيال الشمعون. سوف نرجع لدراسة اللغة الأشورية المعاصرة. أبونا شمعون، شو في بجعبتك؟ خلينا نكمل الأفعال. هلا شوف لك ما في جعبتي، هو هذا. كنا انهينا من الماضي المستمر وسنأتي إلى الماضي البسيط المحدد. قلنا الأول كان الماضي الاعتيادي والثاني المستمر، وهذا هو البسيط أو المحدد. دعوة بشيطة simple past يشير إلى حدث وقع وانتهى في زمن مضى، ويصاغ من جذر الفعل. هذول كانوا يصاغون من هذه من اسم الفعل هون من جذر الفعل بالطريقة التالية. من الجذر الثلاثي السالم يكون بتسكين حرف الأول تغيير حرف الثاني. اترك الشغلات هذول. خليها مثال. نأخذ أيضا نفس الفعل بارش أو يفرزوا. أيوة اكتبوا. أيوة اكتب يكون أحسن. تذكير يفرز. أيوة. برشلي أنا. أيوة. أنا فرزته انتهى. أيوة خلاص. هاي طريق حلو. هذا هاي رايحة بالضبط. بسيط هو. خيس وكويس وبالناس بيقولوا عندي. ايوه. برشلي برشلوخ برشلخ برشل برشلا برشلان برشلوخن برشلون او برشلي. خلي هذه شيلها. احنا ما بدنا الا هذا وهذاك انساه. تفضل. أيوة. هذا انتهى. برشلي برشلوخ برشلخ. ايوه. فرزت فرزتي فرزت فرزتي فرز فرزت فرزنا فرزتم فرزوا وكانوا من الفارزين. اوكي. ايوه خلاص انتهى. ومن معتل الاول يكون هالشكل. ناخذ الفعل اخل ايضا. هذا صاحبنا اخل اكل او ياكل لانه اصح صيغه المضارع. هو ياكل. خلي اكلت. خلوخ خلاخ خلي خلا خلان خلوخن خلون او خلي شيء كافي. هذه للآشوريين فقط. أبونا الصيغ اللي فرجتنا إياها فوق تستعمل ما زالت؟ هذه ولا القبل؟ أيوة القبل هذه. ايه ما زالت. بخال وبشخال تمال بشخال من مغبروخ. كنت دائما استعملها يعني بصورة مستمرة. اوكي. البارح كنت نائم عندما خبرتني. أو كنت أكل عندما أو كنت أكتب أو كنت دائما استعملها. هاي مستعملة. هاي ماخذيها من استعمال. هذا معاصر يعني. هذا يومي. اوكي. وهذه أيضا برشلي برشلوخ. برشلي أنا حتى ما حد إذا من امرأته ينفصل عن امرأته يقول أنا برشلي من بختي. أنا انفصلت عن زوجتي. برشلي. حتى براشا نسميها لما كان عندنا الانفصال. الانفصال الجسدي. انفصال. اوكي. اذا كان معتل الوسط عندنا فعل قائم. هذا صار صديقنا اللي استعملناه كثير. صار معميلنا نقول زبون بتاعنا. قائم يقوم. هو قملي قملوخ قملاخ قملي قملا قملن قملوخن قملون أو قملة أو خلي شيء. هذه تبقى لنا قملون. قمت قمتا قامت. بلاش عليها. أيوة انتهى. والفعل بائش أيضا. عندنا فعل آخر. أخذ مثال آخر لهذه الوسط للمعتل الوسط. بائش يبقى أو يظل أو يبقى. أوكي. يبقى. بشلي بشلوخ بشلخ بشلي بشلا بشلن بشلوخن بشلون أو بشلي أو نأخذها لغة واحدة كافية. أوكي. نعم. فهذه هاي بقيت معناها بقى طبعا الأول. هذا أقول قمت. قمت وبقيت انتهى إلى آخره.
المعتل الآخر إذا كان الأخير خلينا نسويها من بدل الآخر. كالي يقف. كليلي كليلوخ. شوف شو صيغته، كليلي كليلوخ كليلخ كليلي كليلا كليلان كليلوخن كليلون كليلون. اوكي. ليش حذفتها هاي صيغة أخرى نستعملها، ما كل اللزوم هذه نقولها، هي نفسها يعني نفس المعنى بس ممكن. اوكي. ما نريد مثل ما يقول نعقد الأمور الذي مو لغته الآشورية. اوكي. المعتل الأول والوسط إذا كان عندنا هذا صاحبنا الوحيد الفريد الفعل يائر يجرؤ. يري يرخ، يائر من يائر، يارا يري يرخ يرخ يري يرا يرن يرخن يرون. راجع التوضيح الذي في أسفل بخصوص إضافة لمت من عدمه. شوف اللمت هوني ما أضفناه. ليش؟ لأنه ينتهي بالراء، ري يري، فما في لزوم. ممكن نقول يرلي يرلخ بس شوية ثقيلة، فما نستعملها اللام، ولا هي لازم لام. شوف دائما كليلي بلشلي. تمام. أيوة اللام. المعتل الأول والأخير يتم بإبطال لفظ الحرف شيء. بيلي يا بي من يا بي يخبزو يخبزو يخبزو. بيلي بيلخ بيلخ بيلي بيلا بيلن بيلوخن بيلون. أيوة. أوكي. معتل الوسط الأخير خاية، يود وألف اثنيناتهم حرف علة. خاية يعيشوا. عيش. خيالي عشتو يخيلو خيلخ خيلة خيلة خيلا خيلوخن خيلون. حتى لما نتكلم ما نعطي هواية أهمية للياء هذه، ندمجها بالألف نقول خيلي خيلو خيلة خيلوخن بدل ما تقول خيالو خيالو خيلو، لكن نكتبها هيك، لازم نكتب الياء لأنه هذا قاعدة. أيوة. وبعدنا من جذر الرباع، هذا كان ثلاثي بالسالم والمعتل. من الرباعي يكون تغيير حركة الحرف الأول إلى الواسطة، وحركة الثالث إلى إسلام قصير، والباقي كمان في السالم. يعني ناخذ مثال السالم، الرباعي السالم همزم، نفس الفعل هذا اللي أخذناه كثير. يتكلم همزم لي همزم لي همزم لخ همزم لخ. تكلمت 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 تكلمت. مثال آخر لمفتوح الأول، يعني إذا كان مفتوح رباعي ولكن على شو اسمه ثلاثي، يعني لأنه مشدد الحرف الثاني. مفتوح الأول قبل 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 لي قبل لخ قبل لخ قبل قبل لا قبلا. نفس الطريقة. هو همزم لي قبل لي. هو الميمي بتاعه لأنه مفتوح الأول عنده صيغة الميمي الذي يساعدنا على تجنب التجديد. فمقابل، شوف هذا قبل مشدد الباء لأنه قبلها فتحة قصيرة. هنا مقابل أدخلنا هاي ميم حتى نحافظ على الرباعي رباعيته، حتى يكون تصريفه وكل مشتقاته على الرباعي. مقابل مقوبل لي مقوبل لخ مقوبل لخ مقوبل لن مقوبل لخ مقوبل لون. أيوه يعني بسيط. إذا كان معتل الأول رباعي نأخذ يقر يقر، يعني يوقر يوقر. يقر يقرخ 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 وإلى آخره. وجذر الميم بما أنه هو مفتوح الأول فله ميم ميم. ياقر يقرم يقرخ يقر، نفس الطريقة نفس الطريقة. عندنا مثال آخر يهول. هذا
مفتوح أيضا، يهول، يهولي، يهلغ، يهلق، يهولي، يهولي إلى آخره. أعطينا معناهم أبونا هذا كمان هذا أيوة الشيء. أيوة 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 العفو. قبل يقبل، يقبل، أيوة نفس الشيء، يقبل، يوقر، يقر، يوقر، أيوة أيوة يقر، نفس الشيء. أيوة ثاني يهول، يعطي، يعطي، يهولي، يهلغ، يهلق إلى آخره. المعتل الأول. المعتل الثاني مثال هيمن، يؤمن. أيوة هيمني، هيمنخ، هيمنخ، هيمنه، هيمنا، هيمنن، هيمنخ، هيمنون. أوكي. معتل الثالث مثال مزيد، يضيف، يضيف، يضيف. مزيد لي، مزيد لخ، أضفته، أضفته، مزيد لي، مزيد لخ، مزيد لغ، مزيد لي، مزيد لا، مزيد لن، مزيد لوخن، مزيد لون، مزيد لون. أوكي. معتل الأخير كسابقيه، عدا أن حركة الحرف الثالث لا يتغير إلى إزلام قصير بل تبقى على حالها. ألدي، معتل الأخير بالنهاية هي أليف. معتل ألدي معناها يخدع، كما رأيناها كثير من المرات، يخدع. فيكون ألديلي، ألديلخ، ألديلخ، ألديلي، ألديلن، ألديلوخن، ألديلون، ألديلي. الصيغة الأخرى نأخذ ما فيه لها لزوم. أوكي. معتل الأول والأخير إذا كان عندنا أردي، يتخثر، يتجلط، أيضا يتجلط. خلينا نخليه. أوكي. أرديلي، أرديلخ، أرديلخ، أرديلي، أرديلا، أرديلن، أرديلوخ، أرديلون. تخثروا، تجلطوا. أبونا اكتب التاء بعد الياء يجلط. يا صح، يتجلط، تجلط. أيوة يتجلط. أي شكرا أبونا. صح. هذا انتهينا من الماضي شو اسمه، كان احسن. هذا خوش رجال، خوش ولد. هذا منيح. الماضي البسيط هذا، هذا ابن الحلال. ما بينه خري مري مثل ما قال ذاك. أيوة 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 أيوة. هذا منيح، هذا منيح. هذا الله يكثر أمثاله. ايه، بس هون راح تبدا المشكله هون هسه. شوف أوه. المشكله هذه ليش هيك. ولهذا الزمن شكل آخر يستعمل مع الفعل المتعدي فقط. أبونا ليش ما بتحطوا برويو مشان ما نشوفش مو بريو، لأنه فجأة في انفصال، مش عارف ليش. ليش هذا لازم بوقتها، لأنه كان عملته فوق فوق فوق، لا فوق فوق. هو بريوم. لا هو برويو. أيوة 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 هو بريوم. بس تعرف شو مشكلته؟ أنا أقول لك هسه. المشكلة أنه هون كان نبدأ صفحة جديدة. إن أضفنا وأخذنا هذه صار شوية، فبقت هالصفحة فارغة. بعدين لازم أشيلها، مو مشكلة، أرتبها، لأنه هلا لو أعمل هيك ما راح يصير شيء. شوف. أوكي. ولهذا الزمن شكل آخر يستعمل مع الفعل المتعدي فقط، صار شنيانة، سواء الثلاثي منه أو الرباعي، وذلك عندما يكون مفعوله ضميرا متصلا وليس اسما صريحا أو ضميرا منفصلا. ونصيغه من الزمن الحاضر البسيط الموازي له. أبونا حط مسافة بين آخر يستعمل، ولهذا الزمن ولهذا الزمن شكل آخر يستعمل. أيوة صح. أيوة شكرا. أيوة فقط. أيوة. ونصيغه من الزمن الحاضر البسيط موازي له مسبوقا بكلمة قم بدلا كي. الماضي البسيط، الحاضر البسيط ياخذ كي آزن، كي آتن، كي دا أروح، دا أجي، دا بدل هذه نخليه قم. هذا المقطع قم. فهذا أيضا
فيصير مثلا آت قم شقلت لي، آت كي شقلت لي الحاضر، أنا آت قم شقلت لي. أيوه. قم شقلت لي. فصار هون شوف هلا هذه الإي هذا الضمير هو ضمير للشخص الأول المتكلم. فأنا هلا هذه إي صارت مفعول به، لأنه ضمير هو ضمير شخصي متصل، مفعول به لك. قم شقلت تأخذ أنت، شقلت لي أخذتني. حتى بالعربي أخذت وأخذتني، أخذته أخذني. أيوه. تمام. أخذتني أنت، أخذته أخذتني، أخذتك أخذتني. فهون يعني كثير من هذا الضمير يكون المتصل هو في حالة رفع فاعل، ويكون في حالة نصب مفعول به بالعربي أيضا نفس الضمير. تمام. فهنا قم شقلت لي، أنت أخذتني. قم هي هذه يعني للماضي، هو بريفكس للماضي. كي هو للحاضر، دا ياخذني. قم شقلت لي أخذني، قد أخذني، قد قم يمكن قد أخذني، جائز بالعربي، بس ما تنطي نفس المعنى حقيقة. قم شقلت لي. فهذه صيغة أخرى، شكل آخر لهذا، بس نستعمله مع الفعل إذا لازم يكون متعدي، ولازم يكون المفعول به بتاعه، لأن الفعل المتعدي يأخذ مفعول به، المفعول به بتاعه في صيغة الضمير المتصل. فعندنا هاي صيغة شوية شو نقول، لأنه إذا نبقى، شوف أستاذ، إذا نبقى على هون هي صراحة، شوف بالهالجدول راح أعطي جدول طويل، هو راح نفسر كل هالأمور هاي تشرح. مثلا آشور قم خازيلخ، آشور رآك، قم خازيلخ رآك. إذا كنا نبقى على الصيغة الأولى كان آشور غزالة إلخ رأى لك، رأى لك. شوف هذه لك، هاي اللام هاي اللي وجدناها في القرآن. أيوة. رأى لك آشور أيوة. قم خازيلخ. رأيت له. أيوة. رأيت. أنا قم يقرنخ، أنا وقرتك، قد وقرتك. أيوة. في اللوح عندنا تجدون أمثلة على كلا الشكلين، اللي الماضي البسيط، كلا شكليه، شكل الاعتياد اللي شفنا اللي كان بسيط جميل، طرديلي يرديلي شقلي شقله شقله، مع الصيغة الشكل الثاني اللي نستعمل به هذا البريفكس أو هذه الكلمة السابقة، قم شقلت لي، مع الاسم المفعول الضمير. هون أعطيت أستاذ سامي أمثلة طويلة جدا على كل حالة. شوف الشكل الأول والشكل الثاني. في حالة كون الفاعل هو الشخص المتكلم المفرد المذكر، أنا مذكر، أنا ولد، أنا رجل. إذا كنت أنا الفاعل، وكيف أنا راح أطبق هذه على كل الأشخاص الأخر الذين يكونون مفعول به. تمام. يعني أنت، أنت، هو، هي، هم، هن، ممكن كلهم يكونون مفعول به وأنا أكون الفاعل. مثلا شوقلي إلخ، هذه صيغة الأول، الشكل الأول، شقلي شوقلي. تمام. شوقلي إذا كان عنده مفعول به في صيغة الضمير مو الاسم. مثلا ممكن يكون اسم شوقلي آشور، ناخذ شوقلي خالد مثلا بقول له، لكن شوقلي لك إذا كان لك أنت ضمير، فشوقلي إلخ تركت أن لك، تركتك يعني تركت لك. شوف أنا حطيته حتى يفهم، تركت لك. طيب أنا بدي أستوضح. هل تركت لك يعني تركتك؟ أيوة. تركتك. لهيك جت في القرآن رأيت لي. أيوة. في القرآن. نعم. هاي الصيغة، هاي هي الصيغة بالفعل
صيغة شو غريبة هي أيضا كنا. ايه أما الشكل الثاني قمشو قنخ، شوف شوقلي اللخ وقمشو قنخ نفس المعنى نفس الزمن الفعل قمشو قنخ، فاللخ هذه صار هاي الكاف بدلها خخ أخ، مثل بالعربي تركتك، هاي الكاف ايوه بدل ايوه واضح. اللخ صار أخ. قمشو قنخ. ليش حطيت هاي بالأحمر؟ راح تجي بعدين، لأنه الفرق بين المتكلم المذكر والمتكلم المؤنث هو المتكلم المذكر يكون بالكسرة الحرف الأخير، يعني حرف اللام بالفعل فعل شو قنخ، والمؤنث شو قنخ إذا هي كان المتكلمة مؤنث. راح نجي تركتك. شوقلي أنا، طبعا هو الفاعل دائما أنا، هو شوقلي إلا تركت لك. تركت لك، هذا تركت لك، تركت لك. قمشو قناخ، شوف هاي خاء مع الياء هي ضمير المخاطب المؤنث، المخاطب المؤنث المفرد. تركتك، تركتك. شوقلي إلا تركت له أو تركته، يعني قمشو قني، هذه الهاء هي هاء بالضبط العربي، تركته. أبونا هنا لما بحد تركت لك تقول بمعنى بين قوسين حط بمعنى تركتك، إما هاي لأنه موجودة فقط هون. لأنه لما أفهم تركت لك يعني تركت لك الكتاب. كشيء يعني إيه. فهمت علي. آه بمعنى أوف. معنى أو اكتب علامة المساواة، شرطتين يساوي أيوة. يساوي يساوي تركتك. ايوه خلاص بكفي بكفي أيوة. بكفي أوكي. شوقلي إلا تركت لك تركتك. شوقلي إلا تركت له تركته. نفس الشيء. شوقلي إلا تركت لها نفسها. تقم شوقنا تركتها. وهاي نفس الشيء يعني طب هذه. ليه؟ طب عندي سؤال، ليش انتوا اضفتوا اللام هنا؟ لأنه شوف إذا أقول بس شوق لي يعني تركته، مين ما تعرف تركته، بس إله أو إلا تركته لك، تركتك أنت. ها 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 هو طبعا شكله لك، ولكن هو مو شكله، ولكن هو هاي تركتك، مو تركت لك. ايوه ما هي العربي ما ممكن تقول تركت لك. تركت هاي لك هي. شيء، هذاك تكون شوق لي قاتخ فلان. شوق لي قاتخ لازم تذكر شو اللي تركت لك، إليك. ايوه هذا مو إليك، إنما تركتك، تركتك. اها أيوة. اها إيه عجيبة هي. شوف غريبة. إلا شو وهذا كذا تكون كله هلا ابونا ايه الفرق بين العمود اليمين والعمود اليسار؟ بالمعنى ما في أي فرق، بس بالشكل. شكلين لنفس الفعل لنفس الزمن. اها اها أيوة. اها ايوه هي اللام اللي بتخربط الكل. أيوة هي هاي. على كل فهمنا. أيوة. أيوة هذا نقول في حالة كون الفاعل هو الشخص المتكلم وشو مؤنث. ابونا شو الاكثر مستعمل، اليمين ولا اليسار؟ اليسار أكثر نستعمله آه. بالكلام. اليمين نستعمله أكثر بالكتابة. اها 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 ولكن أيضا اليسار بالكتابة نستعمله، ولكن أقل من اليمين.
أيوة أما بالكلام على الأكثر نستعمل اليسار لأنه أسهل. أيوة أسهل. مشوق النخ مشوقت لي قمكتون نخ قمكتون. أيوة. أوكي. أيوة. في حال كون الفاعل إذا كان هو الشخص المتكلم مفرد مؤنث، هنا كان مذكر مفرد، متكلم مذكر، متكلم مؤنث لو كان مفرد. فشو هو أيضا في الأول شوق لي اللغ في هذا اليمين ما يفرق. شوق لي اللغ أيضا إذا كان بنت تتكلم تقول شوق لي اللغ تركتك. أيوة. وشوق لي اللغ تركتك. لكن بالهذه هون يفرق. هذه شوف القاف خليت عليها نقطة فوق نقطة تحت. فوق كانت نقطتين تحت شوقا كسرة، هنا فتحة شوقا نخ. بنت تقول شوقا نخ تركتك. قام شوقا نخ. أوكي. شوقا نخ. الولد يقول قام شوقا نخ تركتك أنا. بنت تقول قام شوقا نخ تركت. لاحظ أن القاف هنا بفتحة قصيرة، أما في حالة مذكر فكانت بكسرة قصيرة. أيوة. فتحة قصيرة نفس. أما في هذا الأول شكل الأول لا ما في فرق، نفس اللي فوق. شوق لي اللخ قم شوقنخ. قم شوقنخ مو شوقنخ، شوقنخ. تركتك. البنت تكون تقول لصديقتها تركتك البارحة قم شوقنخ. والشخص الثالث إذا كان هو المفعول به قم شوقنه تركته أنا بنت تركته هو. وللبنت تقول قم شوقنا. البنت تقول لصديقتها قم شوقنا تركتها. أيوة. بعدين للشخص الثالث المخاطب الجمع، لأنه للشخص الأول ما نقول قم شوقنا يعني تركت أنا نحن ما في أي ما نستعمل. قم شوقنوخ تركتكم. أيوة. شوقنوخ. الولد يقول قم شوقنوخ بالكسرة قاف. البنت تقول قم شوقنوخ بالفتحة كاف. فنعرف أنه قم شوقنوخ، نعرف أنه البنت هذه تتكلم. أبونا، هل هناك إمكانية تحذف المقطع الأول تاع قم؟ لا. شوقنوخ راح تجي تكون مطلقة، يعني شوقنوخ أترككم. تكون أترككم. إذا نمحي هذه تصير أترككم. هذا اللي يخلي يكون أنه ماضي. إذا كان مستقبل نفس هذا نفس شوقنوخ، إذا كان مستقبل بدل قم نحط بت شوقنوخ سوف أترككم. وهاي إذا اعمل لي المعنى للثلاثي معها أو بدونها ومع غيرها. شو هو؟ هذه نفرض أن حذفت الكم، شو بصير المعنى؟ إذا حذفت القم يصير شوقنوخ أترككم. أترك. أيوة. وإذا حطيت الكم قم شوقنوخ تركتكم. بصير مضارع يعني. بصير ماضي. بصير ماضي. الأول هو المضارع. الأول يصير مضارع، ومضارع غير محدد. أترككم. أيوة. فهمت. إذا صير ماضي تركتكم. وإذا نشيل نحط بت سوف نفس الشيء. بت شوقنوخن. بت شوقنوخن أنا بنت وسوف أترككم. فهمت. أيوة. فهي هذه هل شو اسمها هذه شو هالبريفكس هالكلمات شو بالعربي ما في هيك شيء يعني. هالمقدمات هالسوابق هذه هي اللي تخلي تعرف شو اسميها. اللي تركت لهم فقم قم شوقا تركتهم. أنا بنت قم شوقا. غلطت أنا جبت بدل هذه قريبين عن بعضهم لما واحد يكتبهم أوكي خليهم. أيوة. هذه كان في حالة المتكلم هو الفاعل المذكر أولا والمؤنث ثانيا.
أما في حال كون الفاعل هو الشخص المخاطب، يعني الشخص الثاني المفرد المذكر، أيوه يعني أنت. شو أيوه اقلخ اللي أنت تركت لي، تركتني يعني. شو اقلخ أنت، شو أيوه اقلخ اللي تركت لي. أم شوقت لي، شوقت يتركت، تترك شوقت تترك. كم شوقت لي أيوه تركتني. أيوه أيوه شوقلخ إلا، شوقلخ إلا تركته. قم شوقت له، أيضا نفس المعنى، تركته. شوقت تترك، قم شوقت له تركته. بت شوقت له سوف تتركه. سيكون شوقلخ إلا تركت لها، تركتها. قم، شوف جتي قم بدل هذه، خليها قم وقنقك، هذه بالغلط جتي بالطبع. قم شوقت لا تركتها. شوقلخ إلا تركتنا، تركت لنا إلا. قم شوقت لن تركتنا. شوقلخ اللي تركتهم. قم شوقت لي تركتهم. نفس الشيء. هذه ممكن ندمجها مثل ما هون دمجناها، ممكن ندمجها مع ندمغها. شوقت لن، شوقت لي، شوقت لن، هذه ممكن نكتبها منفصلة، مو مشكلة. في حالة كون الفاعل هو الشخص المخاطب المفرد مؤنث مو مذكر، مؤنث لو كان يعني أنت إذا كنت الفاعل، فيكون شوقلخ، شوقلخ أنت، شوقلخ أنت. شوقلخ اللي تركتيني بالعربي، ما تركتيني. قم شوقت لي تركتي، لقد تركتيني. شوف الياء هذه موجودة، ياء هذه. شوقلخ اللي قم شوقت لي تركتيه. شوقلخ إلا تركتيها. قم شوقت لا. شوقلخ إلا. يعني أبونا أنت حطيت اللام مرتين هلا صارت على العمود اليمين. نعم نعم، مرة للضمير الفاعل ومرة للضمير المفعول به. أي 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 أي. شفت هون أيضا، هذه الضمير الفاعل، هذا مفعول به، فلام يأخذ عليه. يا 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 يا. شو اسمه، قلنا شوقلخ، شوقلخ، تيلخ، ثيلخ، شو كل هاي. أتيتي، أتيتا، أتيتو، أو أخذنا أكلت، أكلت، أكلتي. خلي، خلو، خلا، خلوخن، هذه فاعل. يعني أيوة. وفي حال كون الفاعل هو الشخص الغائب المفرد المذكر، إذا كان الغائب مو مخاطب ولا المتكلم، الغائب يعني الشخص الثالث نسميه أيضا. فشوقله، الشخص الثالث هو شوقله. ترك، هو ترك، فهاي اللام لهذا الضمير هو ترك. هاي الكا، كا، ترك هو. شوقله اللي ترك إني، تركني، ترك لي. فقم شوق، شاوق، شاوق يترك، يترك شاوق. قم شاوق ترك لي، تركني. بت شاوق لي، بت لو خلينا بدل القام راح يصير مستقبل، قلنا لا، فيقول سوف تترك لي. بت سوف. قم
قد انتهى. أيوة قد تركني، ممكن بالعربي نقابلها في بعض المواضع قد تركني. نعم. أيوة. ونشيلها نخلي سوف بالعربي أيضا، سوف يتركني. وإذا كيما على طول بصير مضارع. نعم. شاوق، إذا شاوق فقط، شاوق لي مضارع. أيوة. شوق الأخ، ترك أنت، ترك أنت، ترك لك، تركك. قم شاوق الأخ، قد يترك لك. شوف إذا نجي نحللها نقول قد يترك لك، قد يتركك. إذا نجي، ولكن هو ماضي. لأنه أبونا هاي أول مقطع ازاي تلفظه منيح. قم بالميم، قم هي توازي القد العربي. قد في بعض الأحوال أحيانا. أيوة. لأنه جاء حدث بالقرآن إنه استعمل قد مع المضارع. أيوة بالضبط. قد يأكل، يعني هناك شك. هي هذه الصيغة بالضبط، ولكن معا قم شاوق تنطي معنى الماضي. هاي لازم نأخذ فيها ملاحظة مشان القرآن. هذه بالضبط موجودة بالقرآن. هي أيوة. كأنه حاضر. أتذكر أنت كثير مرات قلت هاي غلط، لأنه قد ما تجي مع المضارع. أيوة. شو معنى قد؟ فيها شك، يعني قد يترك. أيوة. ذكرها زين انتهى الملاحظة. أيوة لأن هي قد مع الماضي ماشي. أيوة. أما قد مع المضارع هذا تأثير سرياني. فيها ريب، تعطي بالعربي ريب. أيوة. قم شاوق لي، هي بالضبط هذه الصيغة، قم شاوق لي. أيوة. هاي يتركني. هاي لازم ناخذ فيها ملاحظة. هاي لازم ناخذ فيها ملاحظة. أيوة، لأنه هذه جت أظن بعدد محدد من الأمثلة. أيوة. حلو جدا. هاي مفيدة جدا. هاي مشان نشوف شو اللي صار. واللام، هاي اللام كمان، إضافة اللام اللي موجودة مرات. أيوة، في غير محلها بالنسبة للعربي، نحو العربي الحديث. رأيت لي مثل هيك. رأيت لموسى. أيوة، رأيت لا. أيوة مثل هيك. أيوة، رأيت لهم. أيوة مش ذاكر بالتمام، بس أنا شفت الحالة. إيه هذا كله لازم. رأيت للذين كفروا. أيوة. أنا حطيت القائمة تاعونهم. نعم. بقول هذه تأثير السريانية. أيوة. هاي لازم نعمل أبونا قائمة الاختلافات بين السرياني والعربي وين أتت في القرآن. شفت علي؟ هاي لازم نعملها سوية، يعني خاصة. أيوة لأنه أنا ما أعرفش أعملها. هاي إنها بدها قاعدة هيك. قاعدة. جلسة. احنا بنعمل حتى تسجيل، ممكن نعمل جلسة تسجيل. درس. أيوة. تأثير السريانية على اللغة القرآنية. هنا تأثير اللي نسميه هيك، تأثير السريانية أو الصياغة السريانية على العربية القرآنية. الصيغة القرآنية. أيوة. مخلفات عربية القرآن المبينة، أو مخلفات السريانية في اللغة القرآنية. أيوة. مش هيك؟ أيوة، أو آثار مخلفات. تعرف أبونا في مؤخرة الرجل ورا كأنه ذنب. فهم علي؟ في آخر العمود الفقري في نتوء. يسموه عصعوص. أيوة، هذا العصعوص هو من مخلفات الذنب. نعم، صح. فهنا درسناها بالأحياء. أيوة بالأحياء. أيوة، فهذه من مخلفات
مخلفات اللغة السريانية. ايوه. فهم؟ مخلفات من نسميها ايوه مخلفات السريانية في العربية في العربية القرآنية. ايوه القرآنية. أيوة، هاي حنسميها هيك مخلفات. أيوة. نعطي المثال، هذا العصعوص ايوه. دليل إنه الإنسان هو والحيوان كانوا نفس الشكل. ف على اساس كان انسان عنده ذنب حبش. يعني اللي كتب القرآن كان عنده ذنب سرياني. تشبيهات فانتقل تشبيهات الذنب مضحكة ومغضبة في نفس الوقت. فالذنب السرياني انتقل إلى اللغة العربية. هذا هو. احنا ما عايزين نزعل حد، بس يعني وتعرف بنية استاذ. سليمة، بنية سليمة. لا، ما هو هيك. انت تعرف ليه الانسان بيلبس كرافتة؟ تعرف ليش الانسان بيلبس كرافتة؟ لا. استاذنا كان يقول لنا انه الانسان شاف الحمار عنده ذنب، قال ليه الحمار عنده ذنب وانا ما عندي ذنب؟ فغار من الحمار وعمل ذنب، لكن ما عرفش فين حطه بركبته. فاهم علي؟ فلهيك هيك استاذنا اللغه، استاذنا بالخياطه كان يقول لنا هيك. والبوبيون هذه هذا ما حكى، هاي بجوز هذا لازم ذنب الارنب، هذا ذنب الارنب. يجوز أولية الخروف. علي. لا هذا شاف الارنب، شاف هيك حلو العصعوص الارنب هيك الذنب. فمن زمن انا ارفض البس كرافته. البس حلو. لما اشوف جمعه من الناس قاعدين في مؤتمر كلهم لابسين كرافتات، اقول شوف جوكة الحمير. كلهم عندهم ذنب. فهو اخترع الذنب غيرة بالحمير. غيرة من الحمير، لانه ما لهاش فائده هذا الكرافتات. لا هي تحمي من برد ولا من شيء. ايوه يعني سخريه بركب ذنب بركبته. بالفعل. على اساس للحلاوه للجمال. ايش جمال؟ ما اعرف انه جمال. حتى مره الرئيسه تاعتنا لا تزيد ولا تنقص. فالرئيسه تاعتنا كانت بدها تفرض علينا كلنا في المكتب نيجي بكرافتات. وانا اكره الكرافتات. فتقول لي يا سامي وين الكرافتة تاعتك؟ قلت له أنا جبتها معي. قال له وين؟ حطيتها في جيبتي. أنا قلت لك تجيب كرافتة مو تحطها في جيبتك، حطها بركبتك. قلت له مستحيل أحطها بركبتي، أنا عندي ضيق نفس. تحطي لي بركبتي بطل مثل واحد بخنقني. أرفض. كانت مشكلة من هذه المشاكل. كان عايزين نعمل صورة جماعية، كل واحد حط الذنبة تاعته. قلت له لا أنا مستحيل أحط ذنبة. هذا الصورة بلا ذنب. أيوة. كنت يعني من المشاغبين في هذا المجال. مستحيل يعني وين ما أروح بلا ذنب. وأسخر من اللي لابسين كرافتات، أسخر منهم. مربوطين. مربوطين. شو ذنب الحمار الجميل هذا اللي عنده. لا، ومرة جاني محامي من لندن، كنت عامل له استشارة قانونية مشان يكافئني. راح جايب لي كرافتة من لندن، نوع لونين. قال لي اختار اللي بدك اياه، الاحمر ولا الازرق، حرير وغالية. مو مهم اعطيني اي واحد. قال لي كيف؟ قلت له ما انا بدي اخذها بالبيت مشان اربط فيها القط. قال لي شو انت جيب لك كرافته بكلف هيك وهيك تربط فيها القط؟ قلت له انا عمري ما احط كرافتات، اصلا عندي هنا في الخزانه تعرف كيس مليان كرافتات ما استعملها ابدا. فاهم علي؟ يعني ما استعملها، ما اعرف شو اسوي فيها.
ما أعرف شو أسوي فيها. فيعني إذا واحد عنده غاوي كرافتات يكتب لي ببعث له إياهم. حلو. نعمل بيها مزاد. مزاد كرافات ناب حبيب. يا ابو هذا كلنا. يلا كمل ابونا، الله بعينك. ايوه فهذه هي. يعني احنا حنسميها اذا مخلفات السريانيه في اللغه العرب، في اللغه القرانيه. ايوه هي هيك، هذه هي المخلفات السريانيه. ايوه. الارث السرياني للغه العربيه، المخلفات هي مخلفات. او اثر اللغه، اثار اللغه السريانيه في اثار اي ما اثارها باقيه. اثار اللغه السريانيه في اللغه العربيه القرانيه. ايوه في لغه القران العربيه. ايه اوكي. في حال كون فاعل هو شخص غائب قلنا مذكر، هيك راح يكون في حال فاعل كان شخص الغائب المفرد المؤنث. أيوة. شوقة، شاوقلخ، شوقالخ، شوقة، شاوق ومذكر، شوقة هي شاوق يترك، شوقة تترك. هلا صارت شو الساعة؟ 6:58. إيه. الساعة 7 عندنا أستاذنا. أوكي كافي. فإذا نقف هون. يلا، وأنا أشكركم لأنه عندنا بعدين تسجيل مع أستاذنا. إحنا مش عارف ليه، لأنه الحلقة الأولى طلعت طويلة. صحيح، الحلقة الأولى طلعت طويلة. مو مشكلة، هو بعدين بيجيني. يلا، لسه مش موجود على الخط. إذن أبونا شكرا على هذه الحلقات الممتعة اللي بيّنت لنا وين هي فعلا المشاكل اللي احنا بنجدها في اللغة القرآنية. سريانيات القرآن نسميها، مش هيك؟ سريانيات القرآن. أيوة. وهيك يفهم الإنسان العلاقة بين اللغة السريانية والاختلافات بين اللغة العربية واللغة السريانية. هذا مهم، يعني إنه إحنا قرابة صحيح، بس إنه كل لغة عندها ميزاتها. جذور ممكن يكون مشتركة، لكن القواعد اختلفت. ودليل على ذلك هو هذول تصريف الأفعال. إحنا ما عندنا هذه التصريفات كلها. صح. ما عندنا إياها. وما بعرف إذا أظن إنه اللغة العبرية نفس الفقر مثل اللغة العربية. ما عندهم هاي التصريفات أظن. يعني بدي قاعد بدرس الآن أنا قواعد عبرية. يعني بشوف شو هي التصاريف الأفعال. ما أدري إذا عندهم هذا ولا لا. أوكي يا أبونا، أنا شاكر فضلك. أرجو المشتركين إنهم يعني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلهم الأشرطة القادمة. رمشة بريخة أبونا. شكرا لك. وإلى يوم الخميس كلنا، مش هيك؟ إن شاء الله. نعم بإذن الله. بإذن الله. أوكي باي. مع السلامة أبونا، مع السلامة. شكرا.